قدر، يعني اللي بيحصل فيها بيكون ليه تأثير على العالم كله. في شيوخ كانوا بيربطوا بين أحداث كبيرة في التاريخ بتحصل وبين الليالي اللي كانوا بيتوقعوا إنها ليلة القدر، وبيقولوا إن ربنا بيغير أقدار جميع الأمم فيها. كلنا عارفين إن ليلة القدر عظيمة وهي خير من 1000 شهر، وإنها في العشر الأواخر من رمضان. لكن يا ترى هل في معلومات عنها عمرك ما سمعتها قبل كده؟ هل في أسرار مخفية عن الليلة دي؟ النهاردة هنتكلم عن حاجات محدش بيتكلم عنها. كل الناس بتسأل إمتى ليلة القدر، لكن في كلام على إن الليلة دي ممكن تكون متغيرة عن السنة اللي قبلها، يعني مش ثابتة على ليلة معينة. طيب إيه صحة الكلام ده؟ الموضوع مش مجرد كلام، في روايات بتقول ان ليلة القدر مش شرط تكون في نفس اليوم كل سنة، وانها ممكن تتغير حسب حكمة ربنا. فعلا في بعض العلماء رجحوا ان ليلة القدر ممكن تكون ليلة 29 من رمضان، واستندوا الى ادلة مختلفة، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في الوتر، يعني الليالي الفردية، وان بعض الصحابة شافوها في رؤى بتشير لليلة 29. وهل صحيح إن ليلة القدر ليها علاقة بالأحداث الكبرى في العالم؟ دي من المعلومات اللي الناس مش بتاخد بالها منها. في بعض العلماء بيقولوا ان ليلة القدر مش بس ليلة عبادة، لكنها كمان ليلة قدر، يعني اللي بيحصل فيها بيكون ليه تأثير على العالم كله. في شيوخ كانوا بيربطوا بين أحداث كبيرة في التاريخ بتحصل وبين الليالي اللي كانوا بيتوقعوا انها ليلة القدر، وبيقولوا ان ربنا بيغير أقدار جميع الأمم فيها. هل فعلا ليلة القدر لها إشارات كونية؟ في دراسات بتقول إن مستوى الإشعاعات الكونية في ليلة القدر بيكون مختلف عن أي ليلة تانية، يعني الأرض فعليا بيحصل فيها حاجة غير طبيعية، وده اللي بيفسر كلام بعض الناس اللي بتقول إن الجو بيكون مختلف وهادي بطريقة غير مألوفة. طب إيه أكتر حاجة الناس ما تعرفهاش عن فضل ليلة القدر؟ اللي مش معروف عند كتير من الناس إنه ليلة القدر مش بس بتغير أقدارك في الدنيا، لكنها كمان ممكن تأثر على حياتك بعد الموت. في بعض التفاسير بيقال إن اللي بيعتكف وبيدعي في ليلة القدر ربنا بيحفظ دعواته حتى بعد وفاته، وبتفضل تنفعه في قبره كأنها كنز مستمر. ليلة القدر مش مجرد ليلة بندعي فيها وخلاص، دي ليلة بتتغير فيها الأقدار وبتحدد حاجات ممكن تغير مستقبلك كله. فالسؤال هو هتستغلها ازاي؟